اسمعوا حضراتكم الجراءة. الله أكبر عليك. أيوه أيوه كده اديله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. والله كده زي الفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت أفسدت شباب مصر. ده اللي قاله الراجل قدام محمد رمضان وشه في وشه، بكل جراءة وبكل أدب. الراجل بيوصل له لملايين عايزة توصله له بعد الترند اللي الناس كلها كانت يعني مستاءة منه. أنهي ترند بالظبط؟ ترندات كتير جدا بتاعت محمد رمضان. آخر ترند ليه اللي حضراتكم شايفينه دوت، اللي هو لابس فيه حاجة شبيهة ببدلة الرقص، اللي الناس كلها بقت مستاءة من المنظر ده. ازاي يطلع علينا بالمشهد ده بعد ما كان في شهر رمضان، طول شهر رمضان وهو قاعد بيوزع فلوس على الناس في الشوارع وفي الأحياء وفي المدن، ويدخل على الغلبان ويجري عليه. الناس يعني قالت لا لا لا، ده محمد رمضان دوت غير ما كنا فاهمين خالص، ده جدع وطيب وايه ده، ايه الحلاوة دي، ده انسان كويس جدا. بدأت الناس يعني تتعاطف مع محمد رمضان، وبدأ اللي ما كانش يعرف عنه حاجة وما كانش بيحبه بدأ يحبه شوية. ولكن اتفاجئنا بعد شهر رمضان وان هو طالع علينا بالحفلة اللي راح حضرها في امريكا بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه دوت. طبعا هنا الهجوم اللي عليه هجوم على اساس ايه؟ ان ده مفروض واحد بيمثل مصر، راجل مصري. مفروض انت دلوقتي ترقص بالمنظر ده، وفي نفس الوقت انك انت تتلف بعلم مصر، تجيب علم مصر وتلفه على جسمك في الحفلة. طب مال بقى اللي انت بتعمله بعلم مصر؟ ده علم مصر ده بيمثل مصر، ده رمز لمصر. طب انت ليه تعمل كده؟ طبعا يعني الهجوم عليه كان كبير جدا على كل مواقع السوشيال ميديا، زي ما حضراتكم عارفين. وكله مستنظر بقى، يا ترى ده هيتمنع من التمثيل، يا ترى هيتمنع من الاغاني، ايه موقف نقابة المهن التمثيلية والموسيقية. كل ده لسه هيبان في الأيام اللي جاية لما ينزل محمد رمضان من أمريكا، ونشوف رد الفعل اللي هيحصل معاه. وهل هيحصل حقيقي نتيجة المحامين مقدمين بلاغات كتير جدا للنائب العام على اللي عمله محمد رمضان. واكيد كلنا مستنيين اللي هيحصل بعد ردود الفعل الشديدة جدا اللي نزلت بعد المهرجان اللي هو حضره دوت والمنظر اللي احنا شايفينه ده. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.